السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ طبعا في الاول كده بنبعت تحيات لملتقى الحيتان. تحياتي ليكم يا رجالة. نخش بقى ايه على الشرح بتاع النهاردة بمشيئة الرحمن. هيكون ربحك عن طريق النت، هتربحه ازاي وايه الحاجات اللي هتربحك من الاخر بقى كده. وسيبك من اللي يقول لك في طريقة ب30 دولار بس هبقاك ب50 جنيه. سيبك من الهري ده. طبعا دي القناة بتاعتي، قناة الخليل انترناشونال. متنسوش تدوس على زر الاشتراك وتشغل الجرس عشان يجيلك كل ما هو جديد، وان شاء الله هتستفيد طالما انت دخلت القناة بتاعتي، عشان انا باذن الله عامل محتوى هيفيد اي حد في مجال الربح او في مجال، في اي مجال يجي في دماغك. هتلاقي باذن الله شرحه هنا، واشرحه لك احمد خليل اللي هو انا. اول حاجة في الربح من على النت، نقول كده بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه وصحبه وسلم. اول حاجة اليوتيوب، اول حاجه واهم حاجه ده اي حد بيلجأ ليه في الاول اليوتيوب او بيفكر فيه، بس في ناس بتكسل مش عارف ليه. بص يا شباب، اليوتيوب الاول كان بيسيبك تحط اللي انت عايزه، وبينزل لك الاعلانات من اول ما تنزل الفيديو. دلوقتي حط لك يا باشا العقده في المنشار، وقال لك لازم تجيب 10,000 مشاهده عشان خاطر احط لك الاعلانات. طب يهديك يرضيك، هم 10,000 مشاهده، مش هتاخد الإعلان غير لما تجيب 10,000 مشاهدة. حاضر، جبنا 10,000 مشاهدة، ساعتها بمشيئة الرحمن اليوتيوب هيجيب لك الإعلانات، ومن خلال الإعلانات هت... هيجيلك أرباح. هتستلم أرباحك ازاي؟ عن طريق جوجل أدسنس. جوجل أدسنس دي المسؤولة عن استقبال الأرباح، وهي تحط لك الإعلان. طب انت بتتحاسب ازاي في اليوتيوب؟ بص يا باشا، على حسب CPM الشهر والدولة. الدولة كل ما تكون دولة خليجية أو دولة أجنبية CPM بيكون عالي جدا. على فكرة يعني انت لو جالك 1000 مشاهدة من مصر، حوالي، مؤاخذة في الكلمة، 40 سنت، 50 سنت. أقصاها أقصى حاجة دولار من مصر. الخليج دولار، دولار ونص أو 2. الكويت كل ما تطلع بمستوى اقتصاد الدولة كل ما يزيد معاك CPM. خلي المعلومة دي في دماغك، كل ما اقتصاد الدولة يزيد كل ما CPM بتاعها يزيد. يبقى كده أول حاجة اليوتيوب عن طريق إنك تجيب أول حاجة 10,000 مشاهدة. وعلى فكرة مش صعب إنك تجيب 10,000 مشاهدة. أنت أول ما تشتغل في القناة وتعمل محتوى تافه، مؤاخذة في الكلمة في الموضوع، أيوة اعمل محتوى تافه، عشان للأسف الناس كلها بتروح للمحتوى التافه. على فكرة دي معلومة يعني بحب أقولها لكم، يعني كنت تافها ستكون عظيما، وعن تجارب ناس قدامي كتير. المعلومة التانية، المدونة. انت بيكون عندك مدونة بلوجر زي دي كده. دي طبعا المدونة بتاعتي اللي انا ايه، بجرب فيها، يعني مش حاجة أساسية في حياتي، لا دي كتجربة مش أكتر. المدونة مؤاخذة في الكلمة، مؤاخذة. المدونة دي بتحط عليها الإعلانات عن طريق مواقع الإعلانات، زي مثلا ريفيو هيتس، أو الموقع ده بيبدأوا يحطوا لك الإعلانات، والأرباح بتلاقيها فوق هنا كده، الأرباح هنا اهي. بيبدأ هو يحط لك الإعلان على المدونة، وبيديك برضو فلوس الربح يعني على كل 1000 زائر. افهم الكلام، على كل 1000 زائر. اليوتيوب مشاهدة، لكن المواقع والمدونات زائر. تمام. مثلا بيديك CPM لو زوار حقيقيين. CPM يا باشا بيتراوح بين حوالي 75 سنت لدولار ونص على 1000 زائر. طبعا دي حاجة كبيرة جدا. في ناس CPM بتاعها للألف 2 سنت. دول الزوار اللي هم مش حقيقيين وشغالين شغل شمال، اللي هو مثلا بيروحوا المواقع اللي بتجلب لهم الزوار، زي مثلا عندك ايه، هيت لاب. وانا جربت الحوار ده على فكرة واتفشخت. اه والله العظيم اتفشخت، والمصحف، موظف الكلمة.
بعد كده معانا اختصار الروابط، انك تختصر الرابط والزائر عشان خاطر يوصل للموقع اللي انت بتسوق له، او الموقع اللي هو شاغل باقي الناس كتير. لازم يخش على حاجة الاول، يدوس بعد 5 ثواني يدوس ايه؟ اسكيب اب. يعني مثلا اوريكم حاجة مثلا ايه كتجربة كده بسيطة. بسم الله. ايوه يا عم الحاج وسع انت كده. اه هو ده. لا يا فين الموقع يا دي يا احمد؟ ما علينا، معلش انا اسف على اللي حصل دلوقتي ده، خطأ مني. فالمهم اختصار الروابط ده بيديك على ال1000 مشاهدة حوالي، على ال1000 تخطي حوالي، على ال1000 على حسب الدولة. الكويت 7 $7.5. العراق 4. مصر نص لا مصر 75 سنت، يعني دولار الا ربع. الحمد لله في حاجة فرحين فيها أوي. الحمد لله. ده باختصار كده، باختصار لاختصار الرابط. بإذن الله بكرة هنزل شرح لأفضل 4 مواقع لاختصار الروابط، أو 3 مواقع مستاهلي تكسب منهم $20 يوميا. في طريقة كده بكرة هعلمها لك ازاي تكسب $20 من اختصار الروابط بس، واكتر. $20 او اكثر، يعني $20 دول الحد الادنى. رابع حاجة عملة البيتكوين. عملة البيتكوين دي هي عبارة عن 100 مليون ساتوشي. ال100 مليون ساتوشي دول بيعادلوا واحد بيتكوين. الواحد بيتكوين ده يعادل 1241 دولار. يعني الواحد بيتكوين اللي هو 100 مليون ساتوشي يعادل 1242 دولار. وكل شوية على فكرة بسعره بيزيد. يعني هو من قيمة أسبوعين كان عامل 1190، دلوقتي عامل 1241. بكرة تلاقيه عامل 1250 دولار، مش جنيه مصري. تمام. البيتكوين طبعا في مواقع كتير اصلا لربح البيتكوين. عندك مثلا الموقع ده من اصدق المواقع حاليا اللي انا شغال عليهم. ده الموقع ده محترم جدا ان شاء الله، وصادق كمان في السحب. هبقى انا منزل الشرح بتاعه في القناة لربح البيتكوين. خامس حاجة الاستبيان. الاستبيان ده يا باشا عبارة عن ايه بقى؟ ان مثلا زي موقع يوجوف ده يديك مثلا ايه استبيان تحله. يقول لك مثلا السكن بتاعك نظامه ايه، بتقبض كام، اسئلة عادية روتينية يعني، فاهمني؟ بس دول افضل واصدق 5 حاجات كل شباب الناس دلوقتي بتربح من عليهم على فكرة. اعلانات اليوتيوب، اعلانات المدونة والمواقع، واختصار الروابط، والبيتكوين، والاستبيان. طبعا انت تقول لي اليوتيوب مش هيرضى يديني اعلان غير لما اجيب 10,000 مشاهدة. بص، 10,000 مشاهدة دول انت من السهل تجيبهم لو العنوان بتاعك حلو ويجذب المشاهد. ما انت ما تجيليش تحط لي عنوان ما يجذبش حد وتقول لي ده هيجيب لي مشاهدات او مشتركين. لا، لازم كده تفكر وتمخمخ مع نفسك، تجيب اعلان حلو، اسم عنوان حلو، وان شاء الله كده شوية شوية هتلاقي ال10,000 مشاهدة جولك. وما تيأس. اول حاجة عايز اقولها لك، ما تيأس. انت على النت ده بتجرب ربحك. ما كسبتش يا ابن الناس، اديك انت ايه، ما خسرتش حاجة. لو كسبت ربح، اديك انت ايه، استفدت. عايزك تمشي على المثل ده في حياتك. طالما حاجة مش دافع فيها حاجة خالص، يبقى انت كده ايه، في السليم. لو جت ما جاتش قدر الله مش هفعل، ربنا هيعوضك في اليوتيوب او في المدونة او في اختصار الرابط او في البيتكوين. في حاجة كده بإذن الله ربنا هيعوضك فيها. تمام. تمام. وبإذن الله ما تقلقوش، لازم يكون نفسك طويل في المجال ده، عشان انت مش من اول يوم هتكسب مؤاخذة في الكلمة. وممكن انت مع نفسك سبحان الله ربنا هيكرمك من اول يوم. يعني انا عن نفسي كسبت بعد اول 4 شهور. واحد غيري كسب من اول ساعة. واحد غيري عمل حاجة النهاردة بقى بيكسب، بس ما شاء الله عليه. يعني دي حاجة بتاعت ربنا، هو بيبعتها لك. واخيرا وليس اخيرا، ما تيأس من حاجة.
واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورب اكون فدتكم النهارده بحاجة. متنساش تشترك في القناة بتاعتي وتشغل زر الجرس عشان خاطر تستفيد بمشيئة الرحمن. انا هنا في القناة بتاعتي مجمع كذا مواضيع كتير بتكلم فيها، وان شاء الله هتفيدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله.